كأولوية. هذوم ناس ناضلت عقود يعني وتعذبت عقود كاملة، ما المفروض أن تعطيهم أولوية، يعني يكون تعويض لهم أولوية. أنا مع أنه يقع رصد يعني ميزانية ولو تقع على مراحل صرفها، لكن هذا حق يعني لا نقاش فيه، وجميع الشرائع السماء والأرض متفق عليه، راهو الضرر يزال. أهلا وسهلا. ربي يبارك فيك صابر. صابرون بربي انا بربي خلينا نذكرك، انا راك جيتني في بلي وقت انا خرجت من السجن بعد 14 سنه، وجيتني لك بلي وانا نشكرك مره اخرى على التعب اللي تعبته وقتها من اجلي، وربي يبارك لك ان شاء الله، وراني ديما نذكرك الا بخير، وربي يبارك فيك. جزاك الله خيرا يا استاذ. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا. الحمد لله لاباس الحمد لله كما عهدناك ان شاء الله. بلي استاذ باش نسال سؤال انا، شنو الفرق بين جريح الثوره وبين عبد عدى 20 سنه في الحبس ودقدق وفي وتضرر على جميع في كل شيء مستويات، في صحه بدنه وفي ما هذاك قلال بن علي، هذاك قلال بن علي. اتعس الناس موجوده في وضعيات انا لا. علاش معناتها التعامل تو مع جريح الثوره نوع، والتعامل مع سجين سياسي معناتها اللي تتعذب في السجن نوع؟ قضيه تسيس، وحاولوا اطراف انهم يلزمنا احنا نرجعوا معناتها هذه قضيه حقوقيه. قضيه حقوقيه. اي قضيه حقوقيه، ايش معناتها عنده حق ولا ما عندوش حق؟ اذا كان عنده حق يطلب حقه التعويض. واضح. بارك الله فيك. انا عندي السيجويه. اسمعني يدخلوا مع بارك الله فيك سيدي.